ربي يسعد لي كل اوقاتكم يا احلى صبايا بالدنيا. كيفكم صبايا؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام. ورجعت لكم اليوم باشهى اكلي واكله كتير كتير طيبه ومميزه. اليوم رح اعمل لكم هيك اكله الباميه، مرقه الباميه. وكمان زرعت لكم هيك ورد بالبيت، شربت احلى فنجان قهوه مع جارتي حبيبه قلبي. واهم شي هيك خليكم معي بالفيديو فضلا وليس امرا. عتباني عليكم كتير كتير يا صبايا، عن جد عتباني عليكم، هيك عم تحرموني من اللايك. اهم شي صبايا حطوا لي لايك والاشتراك تفعيل الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد من عندي، واللايك هيك اهم شي لحتى يرتفع الفيديو. صار هيك عن جد عم نزل فيديوهات بس ما في مشاهدات، ما في لايكات هيك. عن جد الله يجبر بخاطركم ويرزقكم يا رب. اهم شي هيك لحتى شوي ترتفع عندي هالقناة، وتعبي هيك ما بيروح على الفاضي. وهلا بنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هلا راح نبلش طبختنا صبايا. مثل ما شايفين انا عندي قطرميستين ضغط، كنت ضاغطتن بالصيف وهلا هيك اشتهيتن وبدي اعملهن. مثل ما شايفين فكيتن. الحمد لله مو صايبون شيء ابدا، بس هيك يعني احتياطا ومشان هيك واحد ما بيخرب الطبخة فضيتن بالطنجرة ولحتى اختبرن اذا كان ساحبين هوا بيبينوا، واذا ما فيهم شيء كمان بيبين معي. هلا انا قبل طبخت بامية. بعد ما حمست هيك اللحمة وحطيت البامية فوقيتها. بعد ما طبخت المي معي هيك طلعت انه ساحبة هوا وخربت الطبخة كلياتها معي كبيتها. بس قلت هلا بدي اختبرها. اول شي بفضل البامية بالطنجرة، بخلي المي تغلي عليها، يعني بحط لها مي بخلي هيك بس غليت البامية معي بدوقها طعمتها ما فيها شي، خلاص بضيفها على اللحمة. هلا انا عندي هون نص كيلو اللحمة، حمست اللحمة منيح هيك لحتى استوت معي، وضفت الزيت عليها وبعدين حطيت البامية. طلعت البامية ما فيها اي شي ابدا، وعن جد صار لها يعني تقريبا راح يصير لها سنة ما فيها شي، كتير كتير طلعت طعمتها طيبة. هلا مثل ما شفتوا لما فضيتها بالطنجرة هيك مثل سلكت معي. بس هلا على الطبخ بيمشي حاله ما بيضل فيها شي ابدا. وهون حطيت لها كمان مثل ما شفت هي ربع معلقة ملح ليمون لحتى هيك بتتماسك معي. حطيت بهار اسود وفليفلة ناعمة، وحطيت معلقة دبس بندورة لحتى هيك بعدل اللون البامية لحتى هيك يطلع لونها كتير حلو. هلا هون استوت عندي البامية، هيك حطيتها على جنب. بدي بلش بعمل الرز. مثل ما شفتوا حمصت شعيرية وحطيت الرز كمان هيك بعد ما كمان غسلته منيح. حطيت الرز فوقيته حسب الرز اللي عندكم وحسب كمية الرز اللي بدكم تطبخوها بتحطوا مي. هلا انا على طول بحط كل زبدية رز بحط زبديتين مي. وهيك عندي عيار الرز المصري الناعم، هيك انا على طول عندي عيار الرز اللي بستعمله. وكمان بحط كعبين ماجي ورشة بهار اسود، وبحط كمان رشة ملح. وهيك عن جد كتير كتير يا صبايا مرقة البامية كتير كتير تطلع طيبة. أنا كل سنة بعملها يعني، بس أول مرة هيك بخليها تطول معي لها يعني لهالوقت. ما بعرف السنة ما عملتها كتير، يعني أنا شفته وعملت تقريبا شي 5 6 أطرميزات عملتهم. هدول ضلوا آخر شي يعني خليتهم، قلت هيك خلاص واحد. كنت بدي اعملهم برمضان بس هيك ابو محمود ما اشتهاهن، قال خليهم هيك على الافطار، واحد هيك بيشتهي بالافطار مو مثل برمضان. برمضان واحد ما بيشتهي ياكل كتير. هيك يا صبايا خليتهم على الغدا هيك طبختهم، وعن جد بس كتير كتير طلعوا طيبين. ونسيت لكم كمان حطيت لهم هيك دقيت لهم توم وحطيت لهم ما بعرف مثل ما شايفين شفتوا يعني انا حطيت لهم، بس ما ذكرت لكم اني حطيت لانه التوم بيعطيها كمان كتير طعمة طيبة. وهون هلا تقريبا خلصت معي الطبخة وبلشت سكوب. بدي بلش حتى الغداء، اجى ابو محمود من شغله وهلا هيك راح يجيب لنا الخبز. وبلشت بدي احط الغداء. شوفوا ما شاء الله حطيت كمان فليفلة وهي ركة هيك او جرجير ما بعرف انتوا شو بتقولوا له. وهون صار عندي الغداء جاهز، والنعمة هيك الله لا يزولها والله يديمها النعمة علينا يا رب. وهون هلا بعد هيك ما بدي احط الغداء تغدوا. شوفوا ما شاء الله، شفتوا اول الفيديو لما فضيت البامية هيك كيف سلكت معي؟ شوفوا ما شاء الله هلا عن جد منظرها والطعمة غير شكل، واحنا من اكلين البامية كتير كتير. وهلا بعد ما اتركن بعد ما هيك حطيت الغدا جليت الجليات. اكيد كمان شربنا شاي بعد الغدا، بتعرفوا احنا من شريبين الشاي، اذا ما بنشرب شاي بعد الغدا ما بيمشي الحال ابدا. وكانت مرت اخي عندي ودقت لنا جارتي قالت لنا تعالوا اليوم هيك عازمكم على فنجان قهوة. والله رحنا هيك قعدنا قعدة حلوة كتير، وقديش صبايا عن جد قديش صايرة عم يشرب القهوة. يعني كنت اشربها بس هلا يعني شي مو طبيعي.
يعني بعمل عن جد بعمل الركوة بقعد عليها بخلصها، يعني اللهم صل على النبي. ما بعرف صاير هيك إذا كل يوم ما بشرب، خاصة من بعد رمضان وجاي يعني. إذا كل يوم ما بعمل هيك قهوة الصبح وبنشرب، يعني يا اما جارتي بتجي لعندي انا بروح لعندها، لانه احنا هيك صايرين قريبين كتير كتير على بعضنا. اذا كل يوم هيك ما بنشرب قهوة ما بيمشي الحال ابدا. هون هيك جارتي عم ضيفني القهوة، عم قلها سلم هديات حبيبة قلبي. واحلى جارة والله عن جد، عندي هالجارة ما في منه بالدنيا، لانه عن جد جار المنيح ما بيتضيع ابدا. وبعد هون ما شربت قهوة كنا قبل بيوم انا كنت معبي هيك فازات، كنت بدي ازرع ورد. قديش هيك اشتهيت السنة ازرع ورد. وهون هلا عم ارجيكم بدي اخذ من وردات جارتي بدي ازرعهم عندي. هلا في ورد بتقطفيه هيك قطف يعني وبدي ينزرع. في ورد اذا ما هيك بتشيليه من شروشه لحتى بيصير حسب نوعية الوردة. هلا هون انا بدي ازرع. شوفوا اللهم صل على النبي قديش عجبتني هالوردة. هلا مثل هالوردة هاي بدك تشيليها من شروشها لحتى بتصير، يعني بتيجي شتل من المشتل لحتى هيك بتزرعيها بفازات لحتى بيصيروا. والوردات هدول كمان هيك لحتى تشيليهم هيك من شروشهم لحتى ينزرعوا. هلا مثل اللوكي احنا بنقول له اللوكي هالوردة هاي، ما بعرف انتم شو بتقولوا له. إيه هاي بتقطفيها قطف هيك بيصيروا، يعني اذا وين ما زرعتيها بالارض بالفازات وين ما زرعتيها بيمشي حالهم. مثل ما شفتوا هلا هدول نوعية الورد هيك قطف بيصيروا. احنا بنقول له لوك. اكتبوا لي بالتعليق، انزلوا هيك اكتبوا لي بالتعليق انتوا شو بتقولوا لهالوردات هدول. ما بعرف قديش السنة هيك حبيت ازرع ورد. انا عن جد بحب الورد كتير كتير، بس هيك ما بعرف شو كان صاير لي ما عم ازرع. بس هيك اشتهيت حبيت هيك اني غير موديل قدام البيت هيك بزرع ورد بغير. مثل ما شفتوا هون تحت العريشة كلها عشبتها قبل بيوم، هدول كنت مشتغلن يعني كلها عشبتها ونظفتها منيح. وشوفي عندي كمان هيك عند الخس كمان كله عشبته. هلا مثل ما شايفين هيك انا عم ازرع هون بهالشكل، بس ازرعوهم وهيك وضلوا عطوهم مي، يعني انه بيشوفوا شمس وبيجيهم شمس بيجيهم في بيمشي حالهم كتير بيشتغلوا، خاصة الوردات هدول عن جد. وفي نوعية سداش كمان بس بزرعن بقلكن عليهم تعرفوهن انتو وردات هيك السداج احنا هيك بنقلن. شوفوا هالوردة هاي قديش حبيتها. هلا الوردة هاي هيك كمان بتعبي وبتمد هيك بتنزل، يعني بتعبي الدنيا هاي. شوفوا ما شاء الله هدول كمان قديش حلوين. هدول ما فيهم وردة بس هيك شكل يعني، بس الوردات هدول هيك بيعبوا ورد وهيك بيمدوا كمان. الوردات هدول هي احنا بنقلها لوكي. شوفوا ما شاء الله عن جد قديش لونن حلو. بكره هيك بس هيك بيشتغلوا بيصيروا. هلا انا اول شي حبيت ان كلن تربة يعني قديت حطيت لهم سواد بيناتهم. وهون عم ارجيكم هيك كيف اني نظفت عند الخس. شوفوا المنظر عن جد النظافة قديش حلوة. ورحت شغلت المي بدي اسقيهم بعد ما زرعتهم. كمان بدي اسقيهم. هون عم ارجيكم هيك البطاطا عم تزهر، بس البطاطا قامت تزهر معناته قامت تبيض بطاطا، يعني قامت تعبي بطاطا من تحت هيك. بس وردت البطاطا مشي حالها. وهون شوفوا ما شاء الله شغلت المي وقلت بدي اسقيهم للوردات لحتى هيك بيشتغلوا. شوفوا هلا كل يوم انا رح ضل اسقيهم لحتى بس هيك بيتماسكوا، وبعدين كل يومين ثلاثة رح اسقيهم مرة. وبعدين بس هيك بيشتغلوا منيح رح رح اورجيكم كل ما بدي انزل فيديو برجيكم ورداتي الحلوين. وهلا تقريبا وصلت معكم نهاية الفيديو. بتمنى الفيديو اليوم عجبكم نال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لحتى يصلكن كل شي جديد من عندي. عن جد هيك بشكركم على تعليقكم الحلوة وكلامكم الحلو. هيك ربي يسعدكم يخليكم يا احلى صبايا بالدنيا. وعن جد صبايا هيك بس حطوا لي لايك لحتى بس يرتفع الفيديو. وهلا وصلت معكم نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.